الأعزاء، باحترام وفائق تقديرنا إلى فضيلة شيخنا الحبيب كوكب وشمس السموح في بندقات خاصة في معهد دار الإحسان، وإن شاء الله سننور رحاب جامعتنا جامعة الرامي المحبوبة فضيلة مولانا صاحب الثقافة المتعددة والفنون المتغيرة، فضيلة الشيخ أبو معز عبد الحي العوينة من مصر العظيم القاهرة. فضيلة الشيخ، نحن في انتظار فضيلتكم، وهذا يدل على اهتمامنا بلغة اللغة العربية، ليس باللغة العربية فقط ولكن بلغة القرآن الكريم العظيم. نشكر لحضوركم واهتمامكم على وهنا، ونعم نطلب منكم أن توسع آفاء نطلب من فضيلتكم أن توسع آفاقنا ووعينا عن اهتمام اللغة العربية في هذه المحاضرة المباركة في هذه القاعة. طيب، الآن قبل كل شيء أيضا نشكر بفضيلة وكيل عميد كلية التربية الأستاذ شروان أحمد، نيابة من فضيلة سيد العميد. وطيب نشكر لفضيلة رئيس قسم اللغة العربية وهو فضيلة الدكتور بخاري مسلم الماجستير. أساتذتنا الكرام وطلابنا المحبوبين، معنا الآن فضيلة الشيخ، والآن نبدأ بقراءة بسملة. هذه البرامج نعتبر برامج ممتازة لنا لترقية قدرتنا على مهارة الكلام والاستماع، ولذلك نرجو من سيادتكم جميعا أن تهتموا بما سيقول فضيلة الشيخ ما يتعلق بأهمية ووظيفة اللغة العربية في حياتنا وفي ترقية الثقافة الإسلامية. طيب، قبل كل شيء لا أريد إطالة الكلام، لأن العرب يقول ما قل ودل. فضيلة، الآن نفضل الفضيلة الأستاذ دكتور بخاري مسلم الماجستير أن يفتتح ويلقي كلمة ترحيبية في هذا اللقاء المبارك، من فضلك. لكن الآن أصبح العربية اللغة البائدة لدينا. نعم، ولكن هو بضربة شديدة لتشجيع طلابنا ليتعلم اللغة العربية كتابة وكلاما، ولهذا يشكر لكم وفائق تقدير من جهة قسم اللغة العربية أيضا، ومن جهة كلية التربية نيابة من سادة على حضوركم لهذه المناقشة المباركة. نعم. طيب، في الحال قبل العرض في لب حضورنا هنا، يعني محاضرة عامة من فضيلة الأستاذ الشيخ العلامة الشيخ أبو معز، والآن جاء دوري لانتهاء كلامي ورأيي أمامكم، وأفوض الأمر إلى الله وإلى رئيس الجلسة الأخ إكرام البدر. من فضلك
أن تشترك معنا هنا. طلابنا خريج من قسم اللغة العربية وكان من قائد طلاب في قسم اللغة. نعم في المتفوقين إن شاء الله. تفضل يا أخي. نختتم هذه الجلسة المقدمة بقراءة الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وقام بأرزاقها وكفاها وأبان لها طريق رشدها وهداها ومن بفضله على فئة اصطفاها ولقربه ولعبادته اجتباها وحكم بالطرد والإبعاد على فئة سواها فهي في ميادين الغفلات تلعب بالشهوات تتلاها فسبحان من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى جل ملكا وتقدس ربا وتعالى إلها أحمده سبحانه على نعم لا تتناهى وأشكره شكر مؤمل في فسيح الجنة أعلاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأفهام ولا تعرف كنهه الأنام حي لا يموت حي لا يموت قيوم لا ينام وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله أفصح الناس لسانا وأقواهم بيانا وأثبتهم حجة وبرهانا خير من صلى وصام وأفضل من تهجد وقام وأثنى من لبى وطاف بالبيت الحرام أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأسمع به آذانا صما وفتح به قلوبا غلفا وأبصر به أعينا عميا ونقل به من الضلالة إلى الهداية ومن الظلمات إلى النور اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مسرور أني بينكم نتحدث عن اللغة العربية تلك اللغة التي اختارها الله وربك يخلق ما يشاء ويختار اختارها الله لأن ينزل بها الوحي فنزل القرآن الكريم بهذه اللغة فهي مزية لهذه اللغة العربية وليست هذه المزية الوحيدة للغة العربية بل إن الحديث الشريف باللغة العربية ولغة أهل الجنة اللغة العربية لقد اختص الله هذه اللغة بسمات وصفات وأوصاف جعلها مؤهلة لأن ينزل بها الوحي
اللغة العربية. كلمة العربية معناها البيان والإيضاح. يقول أعرب عما في نفسه، يعني أظهر وأبان وأوضح. فاللغة العربية هي لغة البيان والإيضاح، فهي لغة تميزت عن سائر اللغات، عن سائر لغات العالم بكثرة المادة اللغوية، فلا تدانيها ولا تقترب منها أي لغة. عدد الجذور في اللغة العربية يفوق أضعاف أي لغة أخرى. فمادة أو اللغة كثيرة بالكلمات وبالمرادفات وبالتعبيرات التي يصعب أن تكون في لغة أخرى مثلها. اللغة العربية ممكن بكلمة واحدة تعبر عن جملة في لغة أخرى. يقول الله تعالى على لسان نوح: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. إذا أردت أن تعبر عن كلمة أنلزمكموها بأي لغة، باللغة الإنجليزية مثلا، تحتاج إلى جملة من 7 كلمات. كلمة أنلزمكموها إذا ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية تحتاج إلى جملة مكونة من 7 كلمات، وهي في اللغة العربية كلمة واحدة. انظر إلى كلمة فأسقيناكموه. هذه الكلمة كلمة واحدة تشمل على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني. كلمة واحدة. هذا ثراء في هذه اللغة بحيث تعبر عن المراد بدقة. أستاذنا الدكتور قصي قال نبدأ بالبسملة. هل تعرفون ما معنى كلمة البسملة؟ بدليل أنكم قلتم بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فكلمة البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسمى النحت في اللغة العربية. فعبر بدل أن يقول ابدأوا بقولكم بسم الله الرحمن الرحيم قال ابدأوا بالبسملة. كلمة واحدة. ومثلها الحمدلله، الحمد لله رب العالمين، والسبحلة سبحان الله، والحيعلة. عندنا حيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح. نعم العرب تقول هكذا، يقول الحيعلتين. كما تفضل الأستاذ الحوقلة، أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. التلبية، ما معنى التلبية؟ أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. هذه كلمة واحدة تعبر عن جملة. أما نقول هلل أو هللوا يعني قولوا لا إله إلا الله. في أيضا وإن كانت غير مستخدمة الآن الدمعزة، يعني أنك تقول أدام الله عزك. والطلبقة اللي هي قولك أطال الله بقاءك. كلمة واحدة تعبر عن معنى أو عن جملة. وكما ذكرت أنلزمكموها، لو أننا طلبنا من أحد أن يترجمها بالإنجليزية، ومعنى الإنجليزية تحتاج إلى جملة مكونة من 7 كلمات. إذن
اللغة العربية لغة غزيرة، أيضا تستطيع أن تعبر عن معنى واحد بعدة كلمات، فتقول جاء، وتقول أقبل، وتقول أتى، كل هذا بمعنى واحد. تعبر عن المعنى الواحد بأكثر من كلمة، جاء، أتى، أقبل، وهكذا في أشياء كثيرة زي أمام وقدام وبين يديك، كل هذا أمامك، أقول هذا أمامك أو قدامك أو بين يديك، يعني أمامك. أيضا فإنه يمكن التعبير بكلمة واحدة عن عدة معاني. الأولى أنك تعبر عن المعنى الواحد بأكثر من كلمة، هذه تعبر بالكلمة الواحدة عن عدة معاني. فإنك مثلا إذا قلت عين فهذه تحمل معاني كثيرة، إما أن يكون حرف العين، تعرفون حرف العين؟ اللي الناس يقول سمع الله لمن حمده، لا هي سمع. كثير من العلماء يقول سمع، لا هي سمع. لابد من معرفة مخارج الحروف، هذه مهمة وهذه سيأتي إليها. إذا حرف العين، أيضا العين متى؟ العين أيضا عين الماء، عين الماء التي ينبع منها الماء. أيضا العرب تقول على الذهب العين. أيضا العين تطلق على الجاسوس، نعم يرسل عيونه، العين يطلق على الجاسوس أو الذي يأتيك بالأخبار، يتطلع على العدو ويأتي بأخباره، فهذا عين. أيضا تقول أصابته عين، يعني حسد. فأيضا انظر إلى كلمة عين كم معنى تؤديه؟ معاني كثيرة. فكلمة واحدة تؤدي معاني كثيرة، ومعنى واحد يؤديه كلام كثير. بعض العرب مثل الأصمعي جمع أسماء الخيل. الخيل إذا كان أسود يبقى اسمه أدهم، إذا كان لونه أحمر يبقى اسمه كذا، إذا كان عرضه طويل اسمه كذا، إذا كان عرضه قصير اسمه كذا، إذا كان قصير الأرجل اسمه كذا، إذا كان طويل الأرجل. جمع كتاب في أسماء الخيل، ولذلك يستطيع العربي أن يصف الشيء وصفا دقيقا، بحيث بكلمة تفهم منها أشياء كثيرة. عندما تصف إنسان، إذا قلت أن بياض عينيه فيه حمرة فهذه لها اسم، وإذا كان بياض عينه ليس فيه حمرة فلها اسم. سواد العين أو إنسان العين كما يقولون، إذا كان أسود له اسم وإذا كان غير أسود. فعندما تستخدم هذه الألفاظ تستطيع أن تصف الشيء في الخيل وفي الإنسان، وحتى في الجمال، في النور، في الجمال. وبالمناسبة هناك مدينة كانت تنقل الجمال في البحر، يعني في السفن، فسموها شط النوق، فأخذها الأوروبيين، وهذا ما سنتكلم عنه، بقت نوق شوط، اللي هي نوق شوط عاصمة موريتانيا. نعم عاصمة موريتانيا، فالنسبة نوق شوط. كلمة نوق شوط دي مأخوذة من شط النوق،